يهاجموا جو ويضربوا عليه نار، لكن طبعا الرصاص مش بيأثر فيه وبيضربهم جو كلهم ضرب عنيف بوحشية، وبعد كده بيهد المكان كله عليهم وبيطلع هو من تحت الأنقاض زي الوحش ولا بيحصل له أي حاجة. وبياخد سايرس سام وبيربطه في العمود بسلسلة، وبيتصدى جو لرجالة سايرس تاني وبيبدأ يخلص عليهم واحد واحد، وبيبدأ المكان كله يتدمر وبتشتعل فيه النار. وبيدور جو بعد كده على سام لحد ما بيسمع صوته وهو بيصرخ وبيروح علشان ينقذه، لكن فجأة بيظهر سايرس من وراه وبيبدأ سايرس يضرب جو بالمطرقة، لكن جو في الآخر بيقدر يضرب سايرس ضرب عنيف وقوي وبيشيله وبيرميه في النار وبيخلص عليه. وبعد ثواني بيتعب جو وبيبدأ يخرج دخان من جسمه، وهنا بيمسك سام حديدة وبيكسر بيها حنفية المية اللي موجودة في المكان، وبتنزل المية على جسم جو وبتطفيه. وبيطلب جو من سام يغمض عينيه وبيشيله وبيخترق بيها الحيطة وبينط بيه من فوق المبنى وبينزل في المبنى اللي قصاده، وبكده يكون جو أنقذ حياته وحياة سام. وطبعا بيسأله سام هل الكلام اللي هو قاله لسايرس ده صح ولا